يلا يلا ساعة. علم فلسطين واجب علينا نتبعه. رأينا جابسو رئيس بلدية نتسارت عنيف وقام بالنزول من السيارة وبالتهجم علينا، بالأساس بالتهجم علي. طبعا نحن دفعناه أرجعناه للسيارة ويعني قمنا بإسماعه الرسالة اللازمة. القضية الأساسية هي برفح، القضية الأساسية هي إغلاق، هي تظاهرات وهي إضراب عام وهي رفع الوعي السياسي بما يتعلق ببرفح. القضية هي قضية وجود، ليس فقط نختنق في برفح، في النقب ثلث احتياطي الأرض. إسرائيل تحاصرنا وتخنق وجودنا أيضا في الجليل من خلال مخططات الغاز، مصادرة آلاف في الشوارع. الآن يوجد تظاهرة على مفرق بجانب كفر كلنا، هنالك حريش وإقامة مدن، هنالك عملية تصهير يافا من العرب، وبالتالي الحصار هو حصار على الوجود. هذه معركتنا. الرسالة هي رسالتين: رسالة للمؤسسة الإسرائيلية أننا سنتحدى وسنناضل، أن هذا وطننا، أننا لا نرضى بالفتات، إسرائيل لا تعمل معنا معروف. الرسالة الثانية هي لكم أجيال هذا الشعب الذي المعركة هي معركة وعي بالأسى. قام بدفعك؟ قام بدفعي باللغة العربية الفصحى، يعني يدفشني، دفشني بالعربية. لا هو لم يتكلم، يعني لم نتح له المجال لا أن يقوم بدفعنا، بل خاف وعاد إلى مكانه في السيارة، ونحن أبقينا مررنا، يعني قمنا بتمرير كل السيارات لأن الوقت وقت صيام وهذا مدخل الناظرة، هذا ليس شارع رئيسي.